السلام عليكم ورحمة الله. أحلى وأغلى وأجمل وأجدع دكاترة في الدنيا. ربنا يقويكم ويقوينا معاكم ويجيب تعبنا كله بخير يا رب إن شاء الله. شد حيلك، المراجعات قرص عليك أنا عارف، لا دايس عليك أنا عارف، بس والله العظيم ربنا هيكرمنا إن شاء الله. وخليك جدع بس، وخلي عندك ضمير، خلي عندك ضمير في كل حاجة انت بتعملها عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله والامور تمشي باذن الله كويس. متقابلين مع بعض في فيديو جديد، في رحلة جديدة، في درس جديد. المرة دي هنراجع مع بعض باب اول جيولوجيا. نبدأ بسم الله بأسئلة المستوى الاولاني. العلم الذي يدرس لون وبريق الكوارتز، ده من المعادن، ده جيولوجيا طبيعية ولا المعادن والبلورات ولا الجيوكيمياء ولا الجيولوجيا التركيبية؟ لا يا أستاذ، دي المعادن والبلورات. فرع من فروع علم الجيولوجيا كان بيدرس المعادن، أنظمتها البلورية، خصائصها الفيزيائية والكيميائية. اللون والبريق، ما هي دي كانت خواص بيقولوا عليها اسمها خواص بصرية، والخواص البصرية كانت من الخواص الفيزيائية. يبقى علم المعادن والبلورات. العلم الذي يدرس بقايا عظام ديناصورات وجدت مدفونة في طبقة من الحجر الرملي. بقايا العظام دي يعني حفريات. يبقى العلم عندنا هو علم الأحافير القديمة اللي كان بيدرس بقايا الكائنات الحية الفقارية واللا فقارية والنباتية اللي موجودة في الصخور الرسوبية، اللي كنت بعرف أستدل بيها على عمر الصخر، اللي هو كان من خلالها يعني أقدر أعرف عمر الصخر. ما فرع الجيولوجيا الذي اهتم بدراسة زلزال المغرب سنة 23؟ مش عبيط بقى وتمسك زلزال المغرب زلزال لو خلاص. ده كيمياء ولا طبيعة ولا هندسة ولا علم طبقات؟ لا، ده جيولوجيا طبيعية. ليه جيولوجيا طبيعية يا أستاذ؟ لأن الجيولوجيا الطبيعية بيدرس العوامل الخارجية والداخلية وتأثيرها على صخور القشرة الأرضية. وهنا ركز وخد بالك عشان خاطري، ان الجيولوجيا الطبيعية بيدرس العوامل، انما الجيولوجيا التركيبية بيدرس ناتج العوامل. الجيولوجيا الطبيعية بتدرس العوامل الخارجية والداخلية أثرت ازاي على صخور القشرة الأرضية. الجيولوجيا التركيبية بقى بتدرس التراكيب اللي اتكونت في القشرة الأرضية نتيجة التأثير. يعتبر الكشف عن المعادن المشعة من دور الجيولوجيا في البحث عن مصادر الطاقة، مصادر المياه الجوفية، خامات صناعة الأدوية، ولا مواد البناء؟ لا يا باشا، طبعا لمصادر الطاقة، لأن المعادن اللي عندنا هنا معادن مشعة. 5. كيف يسهم علم الجيولوجيا في الحد من التكدس السكاني؟ اختيار مناطق آمنة لإقامة مجتمعات جديدة، البحث عن مصادر المياه الجوفية، التنقيب عن أماكن الثروات المعدنية، تحديد مصادر الطاقة، اختيار مناطق آمنة لإقامة المجتمعات العمرانية. ليه مش البحث عن مصادر المياه الجوفية؟ في جيولوجيا المياه الجوفية، في جيوفيزياء، ما هم اللي يدوروا. إنما دول الأمن بالنسبة لي، أو الأصح بالنسبة لي، هبني فين؟ مناطق مستقرة. ما هو علم الجيولوجيا الذي له تأثير كبير في مجال الصناعة عن طريق تحليل الخامات الأولية لبعض الصناعات؟ عناصر يعني بترول ولا فيزياء ولا كيمياء ولا تركيبية؟ جيوكيمياء طبعا، اللي هو بيدرس العناصر النسب الطبيعية بتاعتها اللي موجودة في القشرة الأرضية. تم تحويل معظم المناطق الصحراوية بالوادي الجديد إلى مناطق إنتاج زراعي. الصحراء حولناها لمناطق إنتاج زراعي. ما العلم الذي كان له دور أساسي؟ جيولوجيا هندسية احنا ما بناهاش، احنا عملناها زراعة. طب جيولوجيا المياه الجوفية؟ طالما زراعة يبقى مياه جوفية. طب طبقات؟ لا، ولا تركيبية لا، يبقى هي جيولوجيا المياه الجوفية. أحد نطاقات الأرض لا يحتوي على السيليكون ضمن تركيبه الكيميائي. النطاق الذي تكون كثافته 14 ده لب داخلي. طب الصلب اللي بيتراوح من 8 ل 60 ده انا بتكلم في قشرة ارضية، من 8 لحد 60 قارية ومحيطية.
المائع الذي يبلغ سمكه 350 ده كده بتكلم على لب، وهنا بتكلم على قشره. طب 350 ده الاسينوسفير، ده الجزء العلوي من الوشاح. الصلد الذي اعلى الاسينوسفير ده انا بتكلم كده على الغلاف الصخري، بتكلم على ليسوسفير. القشره والصخري انا عارف ان فيهم سيليكات، ده سيليكا وراها المونيوم وسيليكا وراها مغنيسيوم في القشره القاريه، لا والوشاح فيه. انما اللي قال لي فيه حديد ونيكل وكروم كان اللب الخارجي، انما اللب الداخلي قال لي انها صخور عاليه الكثافه. صخور عاليه الكثافه. وخلي بالك انا رابط هنا فكره السؤال بالصخور. رابطها بالصخور ازاي ان شاء الله؟ ده سيليكون كان بيتبلور في الاخر في الصخور الحامضيه، كثافته اقل. انما الصخور عاليه الكثافه اللي كان فيها حديد وفيها نيكل، او اللي كان فيها بالصخور اوليفين وبيروكسين، حديد وكالسيوم وراهم مغنيسيوم. انما هنا يبقى اللب، لان اللب كثافته 14، يبقى اللب ده عالي الكثافه مش هيبقى فيه سيليكون. ودايما اللي كثافته قليله بيبقى موجود من فوق. يعني لما تيجي ترمي حته فل على ميه كده تطفو من فوق لانها كثافتها اقل. زي القشره القاريه والمحيطيه، احنا قلنا لما كانوا مختلفين في السمك والكثافه. للحصول على البترول والميه الجوفيه فمن المحتمل تواجدهم في صخور. بترول وميه جوفيه. اسينوسفير ولا لب داخلي ولا قشره ارضيه ولا لب خارجي؟ لا يا باشا، كله في اطار القشره الارضيه. كل اللي بنطلعه ميه جوفيه، بترول، معادن، كله عند الحته بتاعت القشره الارضيه. 10. اي الرسومات البيانيه التاليه صحيح عن العلاقه بين قيم كل من الكثافه والضغط مع العمق في باطن الارض؟ افتكر كل ما بنزل لتحت الضغط يزيد، الحراره تزيد، العمق هيزيد، يبقى الاتنين بيزيدوا. 11. المجسم المقابل يوضح قطاع في الكره الارضيه، فإن الجزء الذي تقع به النقطة إيه؟ كثافة صخوره حوالي 10 جرام لكل سنتي، 33% من كتلة الأرض، تركيبه الكيميائي حديد ونيكل، حالته الفيزيائية صلب. ده موجود فوق الوشاح. طب الوشاح كله كام؟ 2900. طب ده 2880، يعني ده موجود فوق الوشاح كده بال20 كيلو. يبقى أنا بتكلم في الجزء العلوي بتاع الوشاح مع القشرة الأرضية، يبقى أنا بتكلم في الغلاف الصخري على طول كده. يبقى كلامنا هنا على الغلاف الصخري. كثافة صخوره 10. لا، كثافة صخوره 10 ده اللب الخارجي. 33%. لا يا باشا، أنا قلت لك ما جبناش سيرة لب ولا يتضمن حديد ونيكل، يبقى حالته الفيزيائية مالها صلبة، لأن أنا بتكلم على أول جزء من الوشاح اللي بيشترك مع القشرة الأرضية في تكوين الليسوسفير اللي هو الغلاف الصخري. أي مما يلي لا يمثل جزء من أجزاء الوشاح. الجزء الصلب الذي يقع أسفل القشرة الأرضية، لسه قايلين يا باشا، لسه قايلين بيكونوا أول 100 كيلو غلاف صخري. طب الجزء المنصهر اللي بيتكون من حديد والنيكل، لا ده مش وشاح، ده لب. طب الجزء اللدن الذي يتسبب في حركة القارات، لا ده الجزء ده الإسينوسفير. وهنا خد بالك عشان خاطري ان احنا كان عندنا ان الاسيروسفير دي صخور لدنه تسمح بانتشار تيارات الحمل اللي مسؤوله عن حركه القارات. يبقى تيارات الحمل، فاكر احنا شرحنا ده في الحصه، تيارات الحمل بتحصل في الاسينوسفير عشان تحرك القارات، انما دوران اللب الخارجي حوالين اللب الداخلي ده السبب في المجال المغناطيسي بتاع الارض. طب الجزء الصلب اسفل الاسينوسفير، لا ما هو باقي الوشاح كان صلب صح، يبقى اللي ملوش دعوه بيه. 13. الشكل المقابل يوضح قطاع رأسي للصخور في إحدى المناطق. ما أنواع التراكيب الجيولوجية الموجودة في الحجر الرملي ده 1 والحجر الرملي 2. أولا الحجر الرملي 2 أنا شايف إن في حبيبات كبيرة وبعد كده الحبيبات بدأت تصغر، يبقى ده تدرج طبقي أو تتابع طبقي، في تدرج. طيب بدأت ألاحظ هنا معلش عشان الرسمة إن في اتجاه ميل كده واتجاه ميل مختلف تاني، يبقى ده تطابق متقاطع، لأن أولا دي صخور حجر رملي، دي صخور رسوبية، يبقى متقاطع
تدرج طبقي من التراكيب الأولية. علامات ن تدرج طبقي من التراكيب الأولية. تطابق متقاطع تدرج طبقي من التراكيب الأولية. تشققات طينية من التراكيب. لا يا باشا جيم، يا باشا جيم، يا باشا جيم جيم جيم. طب وألف؟ ما هو قال ألف إنها ثانوية، أنا عارف إنها تراكيب جيولوجية أولية، يعني اتكونت بتأثير العوامل الخارجية. ادرس التركيب الجيولوجي المقابل واستنتج ما اسم التركيب وسبب تكوينه. الطبقات غير متوازية، يبقى ده تطابق متقاطع. اللي يعملوا تيارات مائية ولا يعملوا ضغط مجمع دي تراكيب جيولوجية أولية، يبقى عوامل خارجية اللي هي تيارات مائية. 15 ما سبب وجود علامات النيم؟ خلي بالك ان علامات النيم لازم تبقى موجودة في الصخور الرسوبية، وعلامات النيم دي بتتكون نتيجة اختلاف تموجات، يعني اختلاف انحدارات. الانحدار زاد والانحدار قل، الانحدار زاد والانحدار قل، فالتموجات دي اختلاف انحدار. حرارة منبعثة من باطن الأرض، قوة ضغط، قوة شد، حركة رياح ومية. طبعا حركة رياح ومية، يا في الصحراء يا قلت لك في البحر وانت نازل، لأن دي تراكيب جيولوجية أولية اتكونت بتأثير العوامل الخارجية. أمامك قطاع يمثل مجموعة من الرواسب، كان عندنا ثانوية عامة، 3 ملي، 1 ملي، 50 ميكرون. واضح إن في تدرج طبقي من الكبير والصغير واللي وراه. ده تدرج طبقي من التراكيب الأولية؟ أستاذ ده تدرج طبقي من التراكيب الأولية. طب ده ينفع علامات النيم؟ ما أنا قلت فيها انحدار مختلف. تشققات طينية؟ لأ. ولا تطابق متقاطع؟ لأ، لأن كل الطبقات متوازية والاختلاف بس في حجم الحبيبات. طية تتكون من 5 طبقات. تكون النسبة بين عناصر الطية، هي الطية 5 طبقات، هي عناصر الطية محور ومستوى وجناح. المستوى المحوري 1. عدد المحاور هو عدد الطبقات اللي بيقطعها المستوى المحوري. عدد الطبقات اللي بيقطعها المستوى المحوري يبقى هنا 5، والجناح 2، يبقى عندنا 1 إلى 5 إلى 2. إذا تعرض تتابع الرسوبي الرأسي المقابل لقوى ضغط فتكونت طية مقعرة، انت عارف ان الضغط يا طية يا فالق معكوس يا فالق دسر. الضغط يا طية يا فالق معكوس يا فالق دسر. فإن شكل القطاع الأفقي الصحيح للتتابع بعد انثنائه، أنا عارف إن الطية طية مقعرة، وطية مقعرة أولا الجانبين بيتقاربوا من أسفل، صح كده؟ يعني الجناحين بيروحوا ناحية المستوى المحوري، عكس المحدبة الجناحين بيبعدوا عن المستوى المحوري. وهنا أحدث الطبقات في المركز، اللي موجود في المركز أحدث الطبقات. طب أدي الطبقات لما تتعرض لقوة ضغط وتتبعد عن بعض كده، يبقى اللي كان موجود في المركز هيطلع أول طبقة من فوق، لأن أول طبقة من فوق هي الأحدث، فهيبقى المركز ألف. المركز ألف، المركز ألف، وبعد كده ب وب، ألف تنفع. المركز د، لا دي مقعرة. طب هنا القطاع أفقي، فلازم الطبقات هتبقى بالترتيب زي ما انت شايف كده، وبالتالي الإجابة عندنا هتبقى ألف. الطية مقعرة لأن أحدث الطبقات هي اللي موجودة في المركز. 19 أفضل الاختيارات التي يفسر أهمية التراكيب بالشكل. لما تيجي تراكيب خد بالك بس، هو بيتكلم على تكوين ولا بيتكلم على أهمية؟ هي إيه التراكيب؟ دي طية محدبة، ودي طية مقعرة، ودي طية محدبة. وخلي بالك ينفع في عدم توافق لأن جوه فوقها طبقة أفقية. طب دي وجودها غالبا في الصخور النارية والمتحولة، هي موجودة بس يعني مش أهمية برضو، حتى لو كانت موجودة ومش غالبا برضو، لأن النارية والمتحولة لما بتتعرض لضغط بتتكسر. طب وجودها غالبا في صخور مسمية تخزن المواد غير الصلبة، ينفع، لأن الصخور الرسوبية غير مسمية
لا دي مسميه، اسف، الصخور الرسوبيه مسميه وكانت بتخزن النفط وكانت بتخزن الغاز. تكوينها فوق اللاكولايس. انهي واحده تقصد، المحدبه ولا المقعره؟ ما انا عارف ان اللاكولايس يسبب محدبه واللوبولايس يسبب مقعره. ولا اسفل اللوبولايس، يبقى الاجابه عندنا هي ب، وجودها غالبا في صخور مسميه، اقصد رسوبيه تخزن المواد غير الايه؟ الصلبه. يمكن تحديد العلاقه الزمنيه بين الطبقات عن طريق فوالق، فواصل، طيات، تراكيب اوليه. هي يا استاذ لا فوالق ولا تراكيب اوليه، هي طيات وفواصل، بس لما يبقوا الاثنين موجودين يبقى الطيه اصح، لان الطيه بعرف استدل منها كويس على احداث جيولوجيه، وبعرف احدد عمر الصخور. عندما تزداد المسافه بين الجناحين في اتجاه الجاذبيه، تزداد المسافه بين الجناحين، يبقى انا بتكلم على طيه محدبه على طول المستوى المحوري، فإن هذه الطية تتميز بوجود تكرار رأسي، أقدم الطبقات في الخارج، ميل الجناحين بعيدا عن المستوى المحوري، سطح عدم توافق. ما خلاص احنا قلنا طية محدبة، إن الجناحين الاتنين هيميلوا بعيدا عن المستوى المحوري. أي الاختيارات التالية تدل على أهمية الطيات في المجال الهندسي؟ تحديد العلاقات الزمنية بين الصخور. لا هو ده ممكن حفير. مكان يتجمع فيها زيت البترول مهمة، بس الكلام ده لما نيجي نتكلم فيما يخص جيولوجيا البترول. تدل على كيفية توزيع الضغوط بالمنطقة، يستدل منها على أحداث جيولوجية. برضو يستدل منها على أحداث جيولوجية، ده هندسية مش هيفيدنا. أنت راجل مهندس وعارف أكيد. إيه يا حمار، أنت مهندس، أنت إن شاء الله أحسن دكتور كمان. تدل على كيفية توزيع الضغوط. ازاي تدل على، ما هو الحته اللي فيها ضغط هي اللي بيحصل فيها انثناء، فالحته اللي هتتنى دي اكبر حته تعرضت للضغط، اكبر حته. ما التركيب التكتوني الذي يوجد به طبقه حديثه محاطه بطبقات اقدم؟ هي حديثه محاطه بطبقات اقدم، دي كانت عندك حاجه من اتنين، يا طيه مقعره يا فالق خسفي. إنما لو كانت قديمة محاطة بحديثة، دي يا طية محدبة يا فالق بارز. يبقى هنا على طول فالق خسفي. ركز في الفرق بين الاتنين. تركيبين تكتونيين استخدم أحدهما لمعرفة الأحداث الجيولوجية القديمة، والآخر في بناء المعابد. طية وفاصل، طية وفاصل. ما أنواع التراكيب الجيولوجية في الشكل المقابل؟ تعالى يا باشا واحدة واحدة الله يرضى عليك. احنا اتفقنا أول حاجة مسطرتك الجميلة علشان نحدد مين فالق عادي ومين فالق معكوس. مين قبل فوق مستوى الفالق ومين تحت مستوى الفالق. اللي في النص ده مستوى الفالق اهو، دي كده فوقه، يبقى دي صخور حائط علوي، يبقى دي صخور حائط سفلي. طب العلوي نزلت لتحت، يبقى الفالق اللي عندنا ده فالق عادي. طب تعالى هنا، ادي مستوى الفالق اللي فوقه صخور حائط علوي، ده بالنسبه له بقى اهو ده علوي، اصبح بالنسبه لي ده سفلي، فاصبح بالنسبه لي السفلي كده الصخور طلعت لفوق، يبقى ده فالق بالنسبه لنا يعتبر فالق معكوس. طب تعالى هنا بص الميل بقى اهو، بص مع الميل اهو، دي كده صخور حائط علوي، يبقى دي صخور حائط سفلي. طب وصخور الحائط العلوي كده لما جت تتحرك بالنسبه للسفلي، بص الاتجاه ميل الطبقات كده، بص الميل الطبقات، يبقى الفالق اللي عندنا ده فالق معكوس. هنا دي علوي ودي سفلي، فاتحركت لفوق، فالفالق اللي عندنا فالق معكوس، فاصبح عندنا هنا في فالق عادي وواحد اتنين تلاتة معكوس، واحد عادي وتلاتة معكوس. ادرس الشكل المقابل ثم اجب. اتجاه الحركة التي حدثت للكتل المهشمة في التراكيب اكس. اكس ده راح جاي
يبقى ده فالق ذو حركة أفقية. طب والتركيب واي، ما هو واي برضو ده حالق ذو فرق ولا فالق ذو حركة أفقية، في نفس المستوى ولا رأسية ولا في نفس المستوى ورأسية؟ الاتنين في نفس المستوى، لأن ده أفقي وده أفقي، مفيش أي إزاحة رأسية. 27 تكونت الأشكال التالية من تشققات مصحوبة بإزاحة، هو بيقول إنه فالق. ما رقم الشكل الذي لم يحدث به اختلاف في منسوب الطبقات؟ يعني أنا عايز فالق ذو حركة أفقية. طب ما تيجي نلعب. ادي مستوى الكسر، دي اللي فوقها يبقى دي صخور حائط علوي ودي صخور حائط سفلي. العلوي طلعت لفوق يبقى الفالق معكوس. هو ده يا استاذ، هو ده الحركة أفقية. طب ادي مستوى الكسر، دي اللي فوقه يبقى ده العلوي نزلت لتحت وده السفلي، يبقى ده فالق عادي. ده فالق دسر، نوع من انواع الفوالق المعكوسه، في حركه راسيه وحركه افقيه. مين اللي ما اتغيرش فيه منسوب الطبقات؟ هو رقم 2. اي الفوالق التاليه تتحرك فيه صخور الحائط السفلي في اتجاه الجاذبيه؟ استاذ مش اللي بتتحرك صخور الحائط العلوي؟ ما هو كده السفلي نزلت لتحت يبقى العلوي طلعت لفوق، علوي طلعت لفوق، اتحركت العلوي بقى مستواها اعلى، يبقى الفالق اللي عندنا فالق معكوس. ايه ده؟ مفيش معكوس بس في دسر. اصل الفالق العادي واتنين فالق عادي يدوا بارز، وطبعا ده ما فيهوش حركه خالص رأسيه يعني. 29 الشكل المقابل يمثل نموذج لمجموعه من التراكيب التكتونيه، ما التركيب الجيولوجي الذي لا يوجد بهذا الشكل؟ مستوى الفالق اهو، دي صخور حائط علوي نزلت لتحت يبقى ده فالق عادي، رايح جاي يبقى افقي. مستوى الفالق اهو، اللي فوق مستوى الفالق دي العلوي نزلت لتحت يبقى ده فالق عادي. يبقى مين مش موجود هنا؟ الفالق المعكوس مش موجود. الافقي موجود، الافقي موجود، والعادي والبارز يا باشا. الفالق العادي انت عارف الفالق العادي لوحده فالق، انما الاثنين مع بعض كان بيدي فالق بارز او فالق خسفي. 30 ادرس التركيبين A و B ثم استنتج ما الذي يميز التركيب A عن التركيب B. التركيب A عامل سهم طالع لفوق كده، فهنا دي صخور حائط سفلي، دي صخور حائط علوي، فصخور الحائط العلوي كانت طلعت لفوق، يبقى انا هنا بتكلم على فالق معكوس. انما هنا الاسهم جايه من الجنبين. هي الصوره بشعه شويه يا استاذ، بس الحركه حصلت هنا، وانا شايف ان مستوى الطبقات حصل فيه كعبله شويه. ده نوع الفالق ولا نوع القوى المؤثره ولا زاويه ميل مستوى الفالق ولا اتجاه الازاحه؟ لا يا باشا، زاويه ميل مستوى الفالق، لان ده معكوس انما ده دسر. لان الفالق الدسر هو فالق زحفي معكوس يصاحبه حركه افقيه قليله الميل. ما القطاع الذي يحتوي على أكبر عدد من الفوالق التي تكونت نتيجة قوى ضغط؟ ضغط يعني أنا بتكلم على المعكوس. من عند الكسر شوف، دي صخور حائط علوي نزلت لتحت يبقى ده فالق عادي، دي صخور حائط علوي نزلت لتحت يبقى ده فالق عادي. على فكرة أقول لك على حاجة، ما هو لما تلاقي الطبقة دي مثلا، بص كده على الطبقة اللي أنا محددها دي نزلت لتحت بالنسبة للاتنين دول، يبقى ده خسفي، يبقى هنا عادي وهنا عادي. وهنا دي نزلت لتحت يبقى ده برضو فالق عادي. عيش بقى. انما لما اجي اعمل هنا، دي صخور حائط سفلي، دي صخور حائط علوي، فبدأت تطلع لفوق، فالفالق اللي عندنا هنا يبقى فالق معكوس. عند اي خط يبقى ده مستوى كسر. فانا لما جيت هنا اهو
دي صخور حائط علوي، دي صخور حائط سفلي، نزلت لتحت يبقى الفالق عادي. هنا دي صخور حائط علوي نزلت لتحت يبقى عادي. يا حبيبي ما انا قلت لك لما تبقى كتله اقل من الاتنين ده خسفي والخسفي 2 عادي، يبقى انا هنا كده عندي واحد معكوس. هنا سفلي علوي والعلوي طلعت لفوق يبقى ده معكوس. طب هنا دي كده سفلي دي كده علوي نزلت لتحت يبقى ده فالق عادي. طب هنا دي اللي فوق ودي اللي تحت يبقى ده السفلي وده العلوي، الطبقة طلعت لفوق، بص للطبقات اللي نفس اللون يبقى ده معكوس. أصبح عندي هنا 2 معكوس واحد عادي. هنا أهي سفلي علوي، بص الطبقة دي سفلي وده علوي، بص الطبقة دي نزلت لتحت يبقى الفالق ده عادي. سفلي علوي الطبقة دي نزلت لتحت يبقى الفالق ده عادي. هنا علوي سفلي الطبقة دي طلعت لفوق يبقى الفالق ده معكوس. مين أكتر واحدة فيها معكوس؟ جيم يا باشا، أكتر واحدة فيها معكوس، فيها 2 معكوس. المجسم المقابل يوضح مجموعة من التراكيب التكتونية. ما الكتل الصخرية التي تمثل حائط علوي؟ يلا بينا. سفلي علوي والفالق هنا فالق عادي. علوي سفلي نزلت لتحت يبقى الفالق ده هنا فالق عادي. يا عم وربنا لما تلاقي واحدة أقل ده خسف الاتنين عادي. عند الكسر حط كده علوي سفلي الفالق عادي. حط هنا علوي فوق مستوى الكسر سفلي نزلت لتحت برضو يبقى الفالق عادي. هنا اللي بتمثل صخور حائط علوي صاد واللي بتمثل صخور حائط علوي لام، يبقى صاد ولام. القطعان الرأسيان المقابلان يحتوي كل منهما على تركيب تكتوني. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. ادي مستوى الفالق فوقها تحتها، دي اللي فوقها يبقى دي العلوي ودي السفلي. العلوي طلعت لفوق يبقى الفالق معكوس. اهو معكوس اهو. الزد المقلوب بتاعنا ده. طب اهو علوي وسفلي، العلوي نزلت لتحت يبقى الفالق عادي. المعكوس قوة ضغط انما العادي قوة شد، يبقى 1 ضغط و2 شد. يلا بينا. القطاع الرأسي المقابل يوضح 3 طبقات مختلفة اكس وواي وزد. فإذا كان اف 1 يمثل فالق عادي واف 2 يمثل فالق معكوس. ملاحظتك الجميلة يا باشا، ملاحظتك الجميلة يا باشا. قول لي كده الأستاذ قال إيه؟ قال في الفالق العادي هتلاقي الأحدث فوق الأقدم، إنما في المعكوس بياخد من تحت يطلع لفوق، فهتلاقي الأقدم فوق الأحدث. العب يا باشا من غير ما تتعب نفسك خالص. ده فالق عادي. انا كده لما عملت كده ده العلوي، ده العلوي، الاحدث فوق الاقدم، يعني ده فالق عادي. لما يبقى الفالق معكوس هيبقى الاقدم فوق الاحدث. فانا عايز يا باشا واي احدث واحده فيهم، اللي هي من 5 مليون سنة ولا من 3 مليون سنة ولا من 7 مليون سنة؟ 3 7 7 5، لا هتبقى 3. طب اكس يبقى اقدم 5. طب زد يبقى اقدم 7، تبقى الاجابة الف من غير ما تفكر. امشي معايا كده بيت باي بيت كده، لا شفت اللغة خطوة بخطوة لا عشان اعرف اوصل.
تتابع رسوبي تعرض لقوى شد، فالق عادي، فمن المتوقع عدم وجود. بارز ينفع لانه اتحاد فالقين عاديين في الصخور السفلي. دسر لا، ده فالق معكوس. خسف ينفع، اتحاد فالقين عاديين في العلوي ودي فالق عادي، يبقى كله ينفع الا الفالق الدسر. الشكل المقابل يمثل منكشف سطحي لتراكيب جيولوجية باصص عليها من فوق. فإن الفالق في الشكل هي في طية وفي كسر. فلما رحت جاي حاطط كسر، استنى، ده قال لي ان الشكل المقابل منكشف سطحي، يعني انا ببص من فوق، يعني الحركة اللي من فوق دي حركة طلعت حركة افقية، لان انا باصص من فوق مش باصص رأسي مين طلع ومين نزل. هي كده الحركة، ببص من فوق اهو، واحد جا من هنا كده وواحد جا من هنا، يبقى ده فالق ذو حركة افقية. طب ما تخليك جدع وترد عليا، هو مين اقدم، الطية ولا الفالق؟ القاعدة القاطع احدث من المقطوع، يبقى الفالق احدث من الطي. وجود صخور اقدم عمرا على جانبيها صخور مهشمه احدث. ما هو اقدم حواليها احدث، دي طيه محدبه يا فالق بارز. ايه ده، اعطيني في الاختيارات الاثنين. طب محدمه ولا بارز؟ الصخور مهشمه يعني في كسر، يعني الفالق بارز. العيون والنافورات الطبيعية التي تتصاعد منها المياه الساخنة دي من الظواهر المصاحبة للفوالق. خارجية ولا داخلية ولا ترسيبية ولا بيئية؟ طبعا هي قوى داخلية. قد تختفي طبقة أو جزء من طبقة في وضع أفقي عند فحر بئر أو حفر بئر رأسي، عادي ولا دسر ولا معكوس وذو حركة أفقية، اللي بيؤدي لاختفاء الطبقات فالق عادي. اللي بيؤدي لاختفاء الطبقات فالق عادي، لأن صخور الحائط العلوي بتتحرك لأسفل، في طبقات بتروح. نتج الفالق إيه؟ عن قوى شد عادي، ويميل مستواه على الأفق بزاوية 60. أما الفالق بي فنتج عن قوى ضغط معكوس استنى بيميل مستواه بزاوية 20، يعني قليل الميل، يعني فالق دسر أو فالق زحفي. يبقى إيه فالق عادي وبي فالق دسر. 41 الشكل المقابل يمثل قطاع رأسي بقى هنا اهو، بص رأسي، باصص رأسي لمجموعة من الطبقات من 1 ل 6. ما التركيب الذي لا يوجد بالقطاع، علما بأن س س تركيب تكتوني؟ أولا هنا في طية مقعرة، ثانيا هنا طبقات مايلة وطبقات أفقية في عدم توافق زاوي. س س ده حصل كسر وحصل كسر، بس أنا شايف إن اتجاه الميل أو اتجاه الطبقات على مستوى الكسر واحد. ما هو طالما المستوى الكسر واحد يبقى 100% مفيش فالق عادي، يبقى في فالق ذو حركة أفقية. لما تلاقي رأسي حصل كسر ومفيش حركة يبقى ده ذو حركة أفقية يا فاصل، إنما هنا أكيد مفيش فالق عادي. كل التراكيب التالية تعتبر مصايد للبترول ما عدا خنادق طيات فواصل سواتر. طبعا الفواصل لأن مصايد البترول يا فوالق يا طيات. إذا تعرض صخرين لهما نفس السمك ومساحة السطح، أنا ثبت السمك، واحد حجر جيري ده صخر رسوبي، وواحد رخام ده صخر متحول. العب بقى يا معلم باللي احنا قايلينه. في الحجر الجيري الفواصل أكتر والمسافة صغيرة رسوبي. في الحجر الناري أو المتحول الفواصل أقل والمسافة كبيرة. فواصل أقل، لا دي فواصل أكتر. المسافة بين الفواصل أقل تنفع، عدد الفواصل أكبر تنفع، المسافة بين الفواصل أكبر لا. ما احنا قلنا ألف لا وقلنا ده لا.
طب المسافة بين الفواصل أقل في الرخام، عدد الفواصل أقل؟ عدد الفواصل أقل، ناري أو متحول. طب المسافة ما بين الفواصل أقل؟ لا، المسافة بين الفواصل أكبر، يبقى الإجابة عندنا ب. على طول يا باشا. تصنف الفوالق على أساس اتجاه حركة الصخور على أحد جانبي الفالق بالنسبة للآخر، نوع الصخور اللي بيمر بيها الفالق، أهميتها، مقدار القوة. لا، ألف. ده كانت تنفع لو قال لي نوع القوة مش مقدار القوة. نوعها إذا كانت قوة شد ولا إذا كانت قوة ضغط. يتشابه الفالق العادي والفالق المعكوس فيه نوع القوة التكتونية؟ لا، ده واحد شد والتاني ضغط. طب اتجاه حركة صخور الحائط العلوي؟ ما حصلش، دي بتتحرك لأسفل ودي بتتحرك لأعلى. إنهما ينتج عنهما فالق دسر، الزحفي بس أو الدسر بس ينتج من المعكوس. يكون مصايد للبترول؟ الفوالق مصايد للبترول. تحجر طبقة من الرسوبيات البحرية ذات امتداد أفقي عريض فوق الطفوح القاعدية المكونة لقاع المحيط. ما طفوح قاعدية دي يعني صخور نارية اتحجرت، رسوبيات يعني صخور رسوبية. عدم توافق متباين ولا زاوي، ولا تحول الصخور الرسوبية العلوية ولا تحول للصخور البركانية السفلية؟ اتحجرت، فكك من التحول خالص. طب نارية ورسوبية يبقى عدم توافق متباين. أمامك تركيب تكتوني في قاع محيط. إذا حدثت إزاحة لإحدى الكتلتين وكانت قيمة الضغط الواقع على سطح الحائط السفلي أعلى من العلوي، يعني السفلي هيتحرك لأسفل، معناه أن مستوى العلوي بقى أعلى، يبقى الفالق معكوس. الشكل التالي يمثل قطاع رأسي يوضح الميل الحقيقي للطبقات الرسوبية. يمكن الاستدلال أن القطاع يحتوي على كل التراكيب الجيولوجية التالية ما عدا. ما تيجي نترجم كده. حجر رملي، طفل، صخر طيني اهو، ده طفل اهو، رملي اهو يا عم، شست ميكائي، هو قال لي صخر طيني الاول وبعد كده حجر جيري وبعد كده شست ميكائي وبعد كده صخور قاعديه. العلامات دي انت فاكر علامات ايه؟ دي علامات تحول، فمعناه ان هنا ممكن يحصل تحول، انما هنا ما حصلش. هو كتب هنا سطح تعريه، ان هنا حصل تعرض للتعريه. القطاع يحتوي على كل مما يلي، خلي بالك من اسئله النفي. فالق عادي، حطيت مستوى الفالق علوي، سفلي اتحركت لتحت، يبقى في فالق عادي. سطح عدم توافق متباين لوجود الصخر القاعدي اسفل الطفل، ادي القاعدي والطفل، يبقى في عدم توافق متباين، في عدم توافق متباين، لانه هل هنا ان سطح تعريه او سطح تعرض للتعريه. طب سطح عدم توافق زاوي لوجود الصخر الطيني مائل اسفل الصخر القاعدي، ده ما ينفعش خالص من غير ما تفكر، لان الزاوي لازم يكون رسوبيه مع رسوبيه، ملوش دعوه بصخور ناريه. سطح عدم توافق متباين لوجود الحجر الجيري يعلو الشيست، الحجر الجيري يعلو الشيست، باشا زي الفل. 49. الاشكال التاليه توضح قطاعات رأسيه لتتبعات رسوبيه مختلفه. ترجم بقى. اي من هذه القطاعات يتواجد به عدم توافق انقطاعي؟ اللي بالاسود صخور ناريه. الشرط معناه ان هنا في تحول، هنا على الجنبين في تحول، هنا مفيش اصلا، هنا تحول هنا وهنا تحول هنا. مين في انقطاع يا باشا؟ باشا اللي في انقطاعي رقم 2 يا باشا. ليه يا باشا رقم 2؟ لان في طبقات رسوبيه كانت متكونه، هنا في تحول وتحول، هنا مفيش سطح تعريه على الجنبين اهو، وهنا مفيش صخور ناريه موجوده من هنا، ففي رسوبي اهو ورسوبي اهو.
انما ده رسوبي وناري. هنا في كسر اصلا، هنا في تحول وهنا في تحول. الشرط دي معناها ان حصل فيه تحول. انما هنا بص 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 بص، ده واقف لحد هنا، دي صخور رسوبيه، اللي فوقها صخور رسوبيه، مفيش حد فاصل ما بين الاتنين، يبقى ده انقطاعي. في القطاع الرأسي المقابل تمثل الأرقام 1 و2 تركيبين جيولوجيين. 1 في طبقات مايلة وطبقات أفقية، ده عدم توافق زاوي. طب 2 في طبقات مايلة وفي طبقات مايلة، على فكرة ده برضو عدم توافق زاوي. فين زاوي وزاوي؟ زاوي وزاوي. طب بالمرة بس أنا عايز أغلس عليك، ما تجيب الفالق هنا. لو حطينا مستوى الكسر هنا بالمنظر ده كده، فمستوى الكسر لما اتحط هنا، دي السفلي دي العلوي، جدع، العلوي طلعت لفوق، يبقى في فالق معكوس. طلع. الشكل التالي يوضح قطاع جيولوجي لحقل نفط في بحر الشمال، يحتوي على عدة تراكيب جيولوجية. أي الاختيارات التالية أدق عن سطح عدم التوافق؟ س س. ده سطح البحر، ده صخر طيني، ده طفل، فبيتكلم على صخر اهو. وسين صاد. سين سين ده عدم توافق انقطاعي، لان رسوبي ورسوبي، فانا شلت المتباين. طب صاد انقطاعي ولا صاد زاوي؟ انا شايف ان في طبقات مايله وطبقات افقيه، جدع جدع جدع، يبقى زاوي. في مايل وافقي، انما ده افقي وافقي. طب اي مما يلي يعبر عن الفالق اكس والفالق واي؟ اكس علوي نزلت لتحت، يبقى ده فالق عادي. واي الكسر هنا بقى، واي لا، واي ايه؟ هو انا اتكلمنا على واي الاول، معلش. اكس كده بالنسبه لي لما اجي اشوف مستوى الكسر، استنى، لما اجي اشوف مستوى الكسر، فمستوى الصخور هنا بدأ، لما تيجي تبص كده النفط ده الحجر الرملي، مستوى الصخور بدأ ينزل، يبقى برضه فالق عادي، يبقى ده عادي وده عادي. وجدت طبقات رسوبية أفقية من الحجر الرملي تعلو منطقة تراجع عنها البحر. انت بتتكلم في عدم توافق يا استاذ. تمثل جزء من تركيب جيولوجي يشبه القبة. وبعد كده لقينا طبقات رسوبية أفقية، هو كده بيقول إن في تركيب عدم توافق إيه؟ ما على طول يا باشا مايل وأفقي زاوي. أفضل عبارة تدل على حدوث عدم توافق زاوي هي: طبقات مايلة أحدث من طبقات أفقية أسفلها. طبقات رسوبية أفقية تعلو صخور متحولة. متحولة إيه يا أستاذ؟ ده هنا بيقول لي على زاوي، وانت عارف ان الرسوبي ورسوبي يا زاوي يا انقطاعي، فالفرق ان الزاوية اختلاف ميل. رسوبية أفقية أعلى طبقات مطوية أقدم، رسوبية مائلة يعلوها كتلة صخور نارية. لا، انت عارف ان مين اللي يبقى موجود من فوق؟ الأفقي. مائلة تعلوها أفقي، أو الأفقية هي الأحدث يعني. ما وجه الشبه بين عدم التوافق الزاوي والانقطاعي؟ كلاهما بين صخور نارية ورسوبية، مفيش فيهم نارية، النارية في المتباين بس. طب كلاهما بين طبقات مايلة في اتجاهين مختلفين، ده الزاوي بس. طب طبقات متوازية؟ لا، الاتنين في الصخور الرسوبية، احنا لسه قايلين من شوية. ما دلالة حدوث اندفاع للمجمى على السطح الفاصل بين الحجر الجيري والحجر الرملي؟ جيري رملي، جيري، وبدأ يحصل اندفاع للمجمى. كانوا أصلا موجودين، يعني ممكن يحصل لهم تحول، إنما مش هيبقى فيه عدم توافق. ممكن يحصل لهم تحول، إنما انسى إنه يبقى فيه عدم توافق. إحدى المناطق تعرضت لقوة داخلية مما أدى إلى تشوه الطبقات بالطي العنيف، بفرض تعرض الطبقات المشوهة للتعرية ثم حدوث ترسيب. هي الطبقات تعرضت لقوة داخلية
قوة داخلية اتشوهت، يعني اختلاف ميل الطبقات من غير ما تفكر. وبعد كده تعرية، وبعد كده ترسيب. يبقى في عدم توافق زاوي بس، ولا انقطاعي بس، ولا زاوي وانقطاعي، ولا انقطاعي ومتباين؟ لا يا باشا، زاوي بس. ميل يا باشا، ما قاليش حفريات. ودي تعرضت، دي صخور رسوبيه حصل لها طيه، وبعد كده حصل تعريه، وبعد كده حصل ترسيب. حدد نوع اسطح عدم التوافق ا ب ج على الترتيب. خليك معايا عشان ده بالنسبه لك في المذاكره مش هيبقى واضح قوي الوانه. ده جسم ناري، ولا واضح هنا؟ ده جسم ناري، فهيبقى في عدم توافق متباين. وهنا في اختلاف في ميل الطبقات، مايله وافقي، فهيبقى في عدم توافق زاوي. وهنا هيبقى في عدم توافق انقطاعي. يبقى انا عندي متباين زاوي انقطاعي ا وب وج. مين اللي فوق ومين اللي تحت؟ أي العبارات التالية هي الأدق عن عدم التوافق الانقطاعي؟ لا يمكن الاستدلال عليه إلا من خلال المحتوى الحفري. بس قال دائما، بخاف أنا من غالبا دائما كل. يفصل بين مجموعتين من الصخور الرسوبية تختلفان في الميل. لا، ده زاوي. طب يفصل بين مجموعتين من الصخور الرسوبية تميلان في نفس الاتجاه. ينفع. طب سطح تعرية يفصل بين صخور نارية وأخرى متحولة؟ لا. الأدق عن عدم التوافق إن المجموعات الرسوبية لازم تكون مايلة في نفس الاتجاه، إنما مش دائما. لا يمكن الاستدلال عليه إلا من خلال المحتوى الحفري. أنا لو ما عرفتش استدل عليه بلجأ للحفريات. انما الطبقات هنا كلها بتبقى متوازيه، يعني فمتوازيه كلها معناه ان مفيش عدم توافق زاوي ولا متباين لانها صخور رسوبيه. ما نوع اسطح عدم التوافق؟ ما تيجي نلعب. الاصفر ده حجر رملي، البني ده حجر جيري، طفل، كونجلوميرات، جرانيت، نيس. اكس زاوي. هات لي بقى الجرانيت والنيس، شوف العدم التوافق اللي عندهم. دبليو ده جرانيت، فوقه الاصفر حجر رملي ناريه ورسوبيه متباين. على طول وفر على نفسك اللك اليام. اي القطاعات التاليه يظهر بها سطح عدم توافق متباين؟ دي علامات تحول. متباين يعني انا عايز صخور ناريه. بص دي حصل تحول فوقها، هنا مفيش ناريه اصلا. طب هنا حصل تحول فوق وحصل تحول تحت. ما هو معنى كده ان الجسم الناري دخل في الرسوبيه، ما كانش فيه لا تعريه ولا ترسيب، فبالتالي حول الصخور. انما هنا التحول حصل تحت لما تكون الجسم الناري، انما فوق ما حصلش تحول، يبقى فيه ترسيب. يبقى المنطقه اللي ما فيهاش الشرط بتقول ان ما فيش تحول، فبتقول ان الصخور الرسوبيه جت بعد الصخر الناري. لان بطل الصخور الرسوبيه لو كانت موجوده قبل الصخر الناري كان هيحصل تحول فوق وتحت. بص يا سيدي، نمسك انا وانت بقى. ايوه ما خلصناش، اوعى. هنبدا نتكلم انا وانت على المستوى الثاني، وهناخد الجزء الاولاني اللي احنا ما اشتغلناهوش في الحصه بتاع المستوى الثاني. يلا يا باشا صلي على النبي. سؤال 61. ما العلم الذي، ما العلم الذي ده للتوكيد، ده اللي كاتب لك راس السؤال مرتين يا اخي. يدرس الظروف البيئيه التي تكونت فيها رواسب الفوسفات فابو طرطور. مين انت مالك؟ بس بيدرس الظروف البيئيه، فيزياء ولا كيمياء ولا احافير ولا طبقات؟ ابو طرطور ولا الفوسفات ده من زمان. يبقى اللي هيدرس الظروف البيئيه من زمان ده علم الاحافير. يدرس علم الأحياء التطور الذي طرأ على بعض أنواع الثدييات، معتمد برضو علم الأحافير.
لان ده اللي كان بيدرس بقايا الكائنات الحيه الفقاريه واللا فقاريه والنباتيه اللي موجوده في الصخور الرسوبيه والظروف والحواديت والكلام ده كله. امامك صوره توضح طريقه ترابط الذرات في معدن الكوارتز تم اكتشافها من خلال علم اكسجين وسيليكون مع بعض. ده جيوفيزياء ولا معادن وبلورات ولا طبقات ولا بترول؟ طبعا معادن وبلورات. قلنا بيهتم بدراسه المعادن وانظمتها البلوريه وخصائصها الفيزيائيه والكيميائيه. تختلف نطاقات الارض في السمك والحاله الفيزيائيه مع الزياده في العمق. عمق يزيد، ضغط يزيد، حراره يزيد. ده جيوكيمياء ولا طبيعيه ولا جيوفيزياء ولا علم الطبقات؟ لا يا باشا، علم الطبقات ده من فوق بس يا باشا، انما تحت كده جيوفيزياء. ما المجال الذي يتضح فيه اسهام علم الجيولوجيا في انتاج الاسمده؟ طاقه، صناعات تقيله، صناعات كيميائيه؟ لا يا باشا، صناعات كيميائيه. كيف يساهم علم الجيولوجيا في زياده الانتاج الزراعي بالدلتا؟ اختيار افضل المناطق لاقامه مدن جديده، بقول لك زياده الانتاج. البحث عن الخامات الاوليه اللي بتستخدم في الصناعات الكيميائيه، ممكن. ايه علاقته؟ اسمده. طب البحث عن مصادر المياه الجوفيه، ممكن. طب البحث عن المواد العضويه اللازمه لتسميد التربه، لا ده مش بحث. طب اصبحت لا جيم صح يا استاذ. جيم صح يا استاذ لما يقول لي دور الجيولوجيا في مجال الزراعه ان انا اصلا ادور على الميه. انما انت ما خدتش بالك هنا من زياده، يعني في انتاج زراعي، يعني في ميه اصلا، يبقى انا هدور على الخامات الاوليه اللي بستخدمها في الصناعات الكيميائيه، ودي اللي هنستخدمها في زراعه الاسمده. عند دراسة مكونات الأرض المختلفة نجد أن الليثوسفير على جنب على جنب على جنب، أنا في الوشاح من فوق يا أستاذ من عند الغلاف الصخري. جزء من الإيسينوسفير أسفل اللب الخارجي، أعلى الإيسينوسفير، أعلى الإيسينوسفير، أعلى 350 كيلو بتوع الإيسينوسفير. النطاق الذي يكون كثافة الصخور به 14 يعني لب داخلي، يعني درجة حرارته 2500 ولا 5500 درجة مئوية، ده لب داخلي يا أستاذ. النطاق المنصهر الذي له دور في المغناطيسية، لسه قايلين صخور لادنة وليها دور في حركة القارات، ده الإيسينوسفير. منصهر وليه دور في المغناطيسية، ده اللب الخارجي اللي هو كثافته توصل إلى 10 جرام لكل سنتي. من الشكل الذي أمامك أي النطاقات التالية تمثل الغلاف الصخري؟ هو ده لب داخلي، هات من جوه بس، ده لب خارجي. يبقى أنا مقسم كده وشاح ال 2900 كلهم 350 كيلو بالإيسينوسفير بالليثوسفير. طب الغلاف الصخري هيبقى أول جزء من الوشاح أهو، هو ده كده الإيسينوسفير، يبقى الحته اللي فوق الإيسينوسفير والجزء اللي تحت القشره الارضيه يبقوا A و B. اي النطاقات التاليه تزيد فيها الحراره عن 2500 E و D؟ F بس، F و E و D، يعني لب وشاح ولب، يعني لب خارجي ولب داخلي وشاح. F و E لا يا باشا، على طول F و E، اللب بس يا باشا، اللب بس. احنا لسه حالين زيه في السؤال اللي قبليه. اي الاختيارات التاليه ادق في التعبير عن التركيب الجيولوجي والصخر المكون لهذا التركيب بالقطاع الرأسي؟ واضح ان في طبقات، وواضح ان الطبقات مش متوازيه. طبعا ده مش علامات نيم ولا تدرج طبقي، ده هو حتى بص 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 بيقول لك تدرج طبقي في الجرانيت. استاذ التراكيب الجيولوجيه الاوليه دي في الرسوبيه. طب ده تطبق متقاطع في الجرانيت ولا تطبق متقاطع؟ لا، في الحجر الرملي طبعا. شايف ده من التأثر. ليه في الحجر الرملي طبعا؟ لان في الحجر الرملي طبعا لان دي صخور رسوبيه. 72. عند قيام التيارات المائيه المتناقصه السرعه بنقل رواسب من منطقه ما ثم ترسيبها داخل منخفض صحراوي مكونا احد التراكيب الجيولوجيه، اي التراكيب توضح هو تيارات مائيه؟ يبقى انا يا استاذ بتكلم هنا ممكن علامات نيمه يا استاذ، بس دي بتنقل رواسب وبترسبها لما تيجي تترسب جوه منخفض
يعني في مساحة صغيرة مش كبيرة، فالترسيب هيبدأ من الأكبر حجما للأقل حجما. من الأكبر حجم يبقى د. ده تدرج طبقي، كبيرة أصغر فأصغر. أي الأشكال التالية يعبر عن تداخل ناري على شكل قبة من المجمع عالية اللزوجة لاكولايس تضغط على اللي فوقها وتكون طية محدبة. بس هو قال لي طية محدبة لها 3 محاور، يعني ليها 3 طبقات. ده دي طية مقعرة. طب أنا عايز طية محدبة، دول 2 بس. طيب ب ولا ج؟ باشا لاكولايس يا باشا، لاكولايس قبة. هنا لأ، هنا طبق والمفروض تضغط على اللي تحتها. النسبة الثابتة عند مقارنة عناصر الطية التركيبية ببعضها اللي بيتغير محور، لأن عدد المحاور هو عدد الطبقات اللي بيقطعها المستوى المحوري. إنما الثابت المستوى المحوري 1 والجناح 2. مستوى محوري 1 وجناح 2. أمام قطاع رأسي لطبقات صخرية في ولاية ميشيغان، ترسبت هذه الطبقات الصخرية في حوض ترسيبي قديم. ما العمليات الجيولوجية التي تسببت على الأرجح في تكوين حوض ميشيغان؟ أولا أنا ملاحظ السنين ورا بعض لحد ما وصلت للي فوق، يعني ده العمق لتحت، والطبقات هنا مش أفقية. بص طبقات اتضغطت، ضغط دي قوة ضغط تكتوني جانبي على الطبقات بعد عملية الترسيب. حركة المجمة من أسفل مناطق الترسيب أدى لانخفاضها. قوة شد تكتوني لأسفل على الطبقات بعد عملية الترسيب. حركة الرياح في اتجاهات مختلفة أثناء عملية الترسيب. هو واضح هنا إن في ضغط في الطبقات، بس لاحظ إن مفيش كسر، يبقى حصلت قوة ضغط تكتوني على جانبي الطبقات بعد عملية الترسيب. أصل حركة المجمة الأسفل دي ملهاش علاقة، ولو حصل شد تكتوني الأسفل كان كسرها. والرياح في اتجاهات مختلفة، ده أنا بتكلم في سنين ياما تحت سطح البحر على فكرة. فاللي حصل هنا ضغط تكتوني، ضغط من هنا وضغط من هنا، لما ضغطنا كده وكده حصل النزول ده لتحت من هنا ومن هنا. الرسم التالي يمثل منكشف سطحي للطبقات باصص لها من فوق. تكون الطية محدبة، الأقدم في المركز، الجناحين بيبعدوا عن المستوى المحوري وبيتقاربوا من أعلى وبيتباعدوا من أسفل. طب الطية تبقى محدبة. بص أنا باصص من فوق. بص لما أجي أبص من فوق كده، أدي 1 أهي، و2 أهي، و3 أهي. طبعا أنت مش شايف حاجة، بس شايف دي كده أهي. طب أنا عايز الطية تبقى محدبة. الطية تبقى محدبة. هو كده لو الطية بقت محدبة، أنا عايز أقدم الطبقات في المركز، يبقى الطبقة 1 دي أقدم الطبقات هتبقى موجودة في المركز، يبقى الطبقة 2 أحدث من الطبقة 1، لأن 1 هي اللي هتبقى موجودة في المركز بتاع الطية. 77. ادرس التركيبين الموضحين أمامك ثم أجب مجموع العناصر التركيبية. ما تيجي نمسكهم واحدة واحدة. طية فيها مستوى محوري، يبقى في 1 مستوى محوري، في جناحين، طبقتين، يبقى المحور فيه 2، يبقى هنا فيه 5. على فكرة زيها، في طبقتين يعني في 2 محور و2 جناح ومستوى 5، 5 و5 يبقوا 10. عند تتبع العمق الرأسي للسطح العلوي لطبقة من الحجر الرملي تحت سطح الأرض لمسافة 5 كيلو أفقي باستخدام الجيوفيزياء، تم استنتاج الرسم البياني المقابل. من الرسم اتضح أن طبقة الحجر الرملي اللي هي 5 كيلو أفقي، المسافة الأفقية 5،
والعمق بتاعها مش على عمق كبير. يعني بص العمق دي المسافة الأفقية والعمق بتاعها، الله، ما هي كده تبقى اتكونت بدري ولا اتكونت متأخر؟ اتكونت بدري. يعني الصخور دي بالنسبة لنا قديمة ولا جديدة؟ جديدة، موجودة في المركز. جديدة موجودة في المركز يبقى دي طية مقعرة. لو كان فالق كان هيحصل اختلاف في أماكن وجود الطبقة، ما تبقاش أفقي كله على نفس المساحة أو نفس الامتداد، يعني لأنه كان هيحصل حركة رأسي. وطبعا لو كانت طايه مقعره او طايه محدبه كان هيبقى اللي موجود الاقدم مش الاحدث. 79. اي من الاشكال التاليه يساعد في معرفه العلاقه الزمنيه بين الصخور؟ طيات. الف. ادرس القطاع الجيولوجي التالي ثم استنتج اي الارقام يشير الى التراكيب الجيولوجيه اللي نتجت من ضغط يا طيه يا فالق معكوس. طب ما انا عايز طيه اهي. طب وعايزين فالق معكوس، تعال نجيب انا وانت سوا. فين الكسر اللي حصل؟ الكسر اللي حصل اهو. دي صخور حائط علوي، الاصفر طلع لفوق، يبقى الفالق معكوس اللي هو رقم 3، يبقى عندنا 2 و3. امامك منكشف افقي يوضح وضع الطبقات بعد تعرضها لقوى ضغط ثم الشد، مما ادى الى تكوين الفالق س. هو الراجل قال ان س ده فالق. ادرسه ثم اجب اذا علمت ان الطبقه ا عمرها 4 مليون سنه والطبقه د عمرها 9 مليون سنه. 9 مليون سنه يعني دي اقدم ودي احدث. فما شكل القطاع الرأسي لصخور المنطقة؟ ألف الطبقات انتسنت لأعلى، دي طاية محدبة ما تنفعش، لأن المحدبة المفروض يبقى اللي موجود في المركز الأقدم، يبقى لا ألف تنفع ولا دال تنفع. يبقى دي طاية مقعرة لأن اللي موجود في المركز الأحدث، يبقى ب تنفع ودال تنفع. الضغط عمل طاية. طب والشد يعمل فالق عادي. والفالق العادي لما اجي اشوف تتحرك صخور الحائط العلوي اهو الى اسفل. دي اتحركت الى اسفل. طب هنا اتحركت صخور الحائط العلوي، لا دي طلعت لفوق الى اعلى، يبقى ده ج ما تنفعش، يبقى الاجابه عندنا هي ب. في القطاع الرأسي المقابل استنتج ما نوع التركيبين الجيولوجيين 1 و2 وما نوع القوى المسببة لكل منهما. ادي مستوى الفالق، صخور حائط علوي، صخور حائط سفلي نزلت لتحت، يبقى الفالق هنا فالق عادي. هنا صخور حائط علوي نزلت لتحت، يبقى ده برضه فالق عادي. ده قوة شد وده قوة شد، يبقى 1 عادي شد و2 عادي شد. ده سؤال ثانوي عام على فكرة، وطبعا دي طية محدبة. ادرس التراكيب الجيولوجية المقابلة ثم أجب ما رقم التركيب الجيولوجي الذي لا يتكون نتيجة قوى شد. يعني أنا مش عايز فالق عادي، أنا عايز فالق معكوس يا باشا من بتاع الضغط. ده رايح جاي حركة أفقية. طب ده مستوى الفالق اهي، دي صخور حائط علوي نزلت لتحت، يبقى ده فالق عادي. طب ما ده على فكرة بارز عادي برضو، وده كده نزلت لتحت، ده برضو فالق عادي. ما هو ده وده وده هيبقى شد، يبقى مش لازم يبقى معكوس بقى، يبقى طالع عندي فالق ذو حركة أفقية اللي هو رقم كام؟ 4. يبقى هو لا شد ولا ضغط بالنسبة لي. ادرس التركيبين A و B جيدا ثم استنتج ما الذي يميز التركيب A عن التركيب B. التركيب A، بص اللون الاخضر نزل لتحت، ده فالق خسفي. خسفي يبقى الاحدث محاط بالاقدم. الله. طب والتركيب B الاخضر طلع لفوق، ده فالق بارز. بارز يعني الأقدم
محاط بالأحدث. يبقى اللي يميز التركيب ايه؟ أن الأحدث محاط بالأقدم. 85 ثانوية عامة، حلين زيه في المستوى الأولاني. استنتج أنواع التراكيب الجيولوجية في الشكل المقابل. أدي مستوى الفالق، ده فالق معكوس. طب أدي مستوى الفالق، دي صخور حائط علوي، دي صخور حائط سفلي. علوي نزلت لتحت يبقى ده فالق عادي. طب أدي مستوى الفالق، الطبقة دي نزلت لتحت يبقى ده فالق عادي. طب أدي مستوى الفالق، الطبقة دي طلعت لفوق يبقى ده معكوس. يبقى في 2 عادي و2 معكوس، في 2 عادي و2 معكوس. أي الاختيارات التالية تنطبق على التراكيب A و B بشكل صحيح؟ ده مستوى الفالق، يعني دي صخور حائط سفلي ودي صخور حائط علوي. فبصيت لقيت ان العلوي هنا، بص 3 هنا 3 طلعت لفوقها، 4 هنا 4 طلعت لفوقها، يبقى العلوي طلع لفوق، يبقى الفالق ده معكوس. ده بكل الاشكال وبكل الالوان اهو. طب هنا سفلي وعلوي، فأربعة اهي، العلوي كده الأربعة مستواها أقل والخمسة مستواها أقل، يبقى الفالق اللي هنا ده فالق عادي. يبقى إيه عادي إنما B معكوس. مقالي: أمامك قطاعان يوضحان منطقتين مختلفتين في القشرة الأرضية، ادرسهم ثم أجب. ما التركيب الجيولوجي إكس؟ في طبقات مايلة وفي طبقات أفقية، يبقى ده عدم توافق زاوي. ما القوى التي تعرض لها القطاع B؟ هي دي صخور نارية، وبعد كده بدأت تتكون فوقه صخور رسوبية، بس ظاهر هنا إن في كسر، يبقى في فالق. دي صخور حائط علوي نزلت لتحت، يبقى القوة هنا قوة شد. ما التركيب الجيولوجي واي؟ ادي مستوى الكسر، اللي فوق صخور حائط علوي، اللي تحت صخور حائط سفلي، فبدأت بص 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 طلعت لفوق، يبقى الفالق معكوس. ما التركيب الجيولوجي دبليو؟ صخور نارية وصخور رسوبية، يبقى ده عدم توافق متباين. 2. ادرس القطاع المقابل ثم حدد ما المصطلح الجيولوجي للتركيب الدال على وجود سطح التعرية، وما نوع التركيب ألف. هي هنا في طبقات مايلة وفي طبقات أفقية، يبقى في عدم توافق زاوي. تمام؟ طب ما نوع التركيب؟ 1. يبقى عدم التوافق اللي هنا الزاوي. طب ما انا هنا بقى ارجع للسؤال نفسه، ايه التركيب الدال؟ مش يعني عرفت منين ان في عدم تعرية او سطح تعرية او عدم توافق؟ لان نتيجة حدوث الكسر اختلف ميل الطبقات، والكسر ده اللي هو الفالق خلى طبقات تطلع لفوق اهو معكوس كمان، يبقى نتيجة حدوث فالق او نتيجة حدوث كسر، ونوع التركيب طبعا هو زاوي. امامك قطاع يوضح صخور الاساس اسفل نهر هيدسون بالولايات المتحدة الامريكية. ده صخر شيست متحول وفوقه صخور رسوبية، وادي صخر ناري. ما نوع سطح عدم التوافق؟ اكس، متباين، صخور متحولة وصخور رسوبية. لماذا لا يعتبر السطح واي سطح عدم توافق؟ لأن الصخور النارية تعلو الرسوبية، مفيش رسوبية فوقها. النارية لازم، بص زي ما المتحولة الأقدم لازم تبقى النارية الأقدم. أمامك جدول يوضح خصائص بعض النطاقات الأرضية. بيتكلم على الكثافة والسمك. طب ده 14 لب داخلي. طب 10 لب خارجي. سمكها كثافتها 3.2 والسمك 9، دي قشرة محيطية. طب دي 2.8 والسمك 60 كيلو، دي القشرة القارية. بص القارية أكبر سمك أقل كثافة.
المحيطية أقل سمك أكبر كثافة. ما الحالة الفيزيائية للنطاق A لب داخلي صلب؟ نوع الصخور المميزة للنطاق B سيمة بازلتية. نوع الصخور المميزة للنطاق D سيال جرانيتية. أمامك ادرس الرسم التالي ثم أجب عما يلي. رسمة فيها حواديت ياما قوي، بس تعال نقول الحواديت دي لأن الرسمة دي كانت بتتكرر معانا من زمان، من الثانوية العامة من سنة 2003. كان رسمة فيها شوية تراكيب جيولوجية ياما، ما تيجي نجيبها سوا. أولا هو أعطيني بيانات 1 و2 و3. 2 دي لاكولايز، 4 جدد موازية، 3 عروق أو سد قاطع. 1 هو أنا الأول بس أجيب الفالق. هنا كسر، يبقى دي صخور حائط علوي، يبقى دي صخور حائط سفلي. نزلت لتحت يبقى الفالق ده فالق عادي. هنا كسر، دي صخور حائط علوي، ماشي، يبقى دي سفلي. ونزلت لتحت يبقى الفالق ده عادي. لا استنى، ما هو كده في عادي وعادي، يبقى انا عندي في النص فالق بارز. طب راجع بقى، الطبقات هنا طيه، يعني الفالق البارز في طيه مقعره، وواحد ده المستوى المحوري بتاع الطيه. ماذا يمثل الخط 1 مستوى محوري؟ ما نوع التركيب E قبل تعرضه للكسر طيه مقعره؟ ما التركيب الناتج عن E بعد تعرضه للكسر حصل فالق بارز؟ يبقى احنا كده جبنا كل حاجه في الرسم. الشكل المقابل يعبر عن تتابع رسوبي في القشره الارضيه به تداخلات ناريه A و B. دايما خلاص كده انا بدات اشك في نفسي يا استاذ، بدات ابص على التحول. هنا في تحول اهو، وهنا في تحول اهو. ما التركيب الجيولوجي اكس واي؟ استنى انا لاحظت حاجه يا استاذ، ان بي اتقطع انما ايه ما اتقطعش. يبقى بي كان موجود قبل الفالق، ده موجود بعد الفالق. القاطع احدث من المقطوع. لما حطيت مستوى الفالق كده بقت دي صخور حائط علوي، وبصيت عند الحته دي يا استاذ وبصيت عند الحته دي لقيتها نزلت لتحت. لما صخور الحائط العلوي تتحرك لاسفل يبقى الفالق اللي عندنا ده فالق عادي. طيب السؤال بقى بيقول لي ما التركيب الجيولوجي اكس اكس؟ ده عدم توافق، لان في سد ناري ما كملش للاخر ومفيش تحول من هنا. طب ما التراكيب الجيولوجي واي واي؟ احنا قلنا فالق عادي. طب تعرف على التركيب بي. بي هنا جدد موازية لأنها موازية للطبقات. طب أيهما أقدم A أم B؟ بي طبعا لأنها تعرضت للكسر. أنا قلت لك اهي من الأول، أنا طلعت من القطاع قبل ما تسأل. احنا اتفقنا على ده، احنا شغالين طلع من القطاع قبل هو ما يسألك. 7 الشكل المقابل يوضح تراكيب جيولوجية، ادرسها جيدا ثم أجب. برضو لما نيجي نجيب التراكيب الجيولوجية كده عكس السؤال اللي وراه على فكرة. هو هنا في كسر، بقيت اروح للكسر على طول. انا استاذ دي صخور حائط علوي اتحركت لتحت، يبقى هنا في فالق عادي. ما سألنيش، مش مهم يا استاذ. هنا انثناء الطبقات بيقول ان في طيه محدبة. هنا دي صخور حائط علوي نزلت لتحت، يبقى ده فالق عادي. ما هو لما يبقى هنا عادي وهنا عادي ونزلت لتحت يبقى الفالق اللي عندنا هنا يتقال عليه ان هو فالق خسفي. والتعريجه دي يا استاذ بتقول ان في طبقات مايله وطبقات افقيه، يبقى انا هنا عندي عدم توافق زاوي. وابدا بعد كده ابص على الاسئله.
استنتج التركيب واي قبل تعرضه للشد، طاية محدبة. ما التركيب الناتج من واي بعد تعرضه للشد، فالق خسفي. التركيب اكس عدم توافق زاوي. طب ما نوع التركيب اكس؟ عدم توافق زاوي. 8. افحص القطاع الآتي ثم أجب. تعال نفحص القطاع. اكس هو هنا في طاية محدبة. طب هنا حصل كسر. اولا الكسر راح هنا وجه هنا، يعني لا فيش حاجه طلعت ولا نزلت، مستوى الطبقات واحد، فممكن يكون ده فالق ذو حركه افقيه. الحالق ذو حركه افقيه مش مهم، حالق ذو حركه افقيه، فالق ذو حركه افقيه. زد عدم توافق زاوي، في ميل وفي افقي. اكس هو قال عنصر تركيبي. فاكس ده عنصر تركيبي، يعني مش فالق، لا دي تركيب جيولوجيه. امال ده ايه العنصر التركيبي ده؟ ما هو اكس ده اللي هو مستوى الفالق نفسه، اللي هو حصل عنده الكسر نفسه. عشان كده سأل 2 ما نوع التركيب التكتوني واي، فالق ذو حركه افقيه. ما نوع عدم التوافق زد؟ عدم توافق زاوي. طب ما نوع عدم التوافق دبليو؟ ما هو دبليو دي صخور مايله ودي صخور مايله، يعني واخدين نفس الميل، يبقى هنا عدم توافق انقطاعي لان هما الاتنين واخدين نفس الميل. طلع من القطاع قبل ما هو يسألك. ربنا يا رب يقويك ويجيب تعبكم بكل خير عيال يا رب بالشفاء.